ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني قوي. زي ما انتوا طلبتوا الفيديو ان احنا هنعمل روتين شعري بالكامل من اول طقطقه لحد السلام عليكم. صاحيه بدري وعشان الاضاءه وعشان تشوفوا كمان شعري. زي ما انتوا شايفين هو اصلا ملزق وحالته حاله. يا دوب بس بليته عشان نبدا كل حاجه مع بعض. فمن غير رغي كتير خلينا نبتدي الفيديو. متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملوا لايك علشان الفيديو ده بجد بالنسبه لي هيبقى متعب جدا في المونتاج والتصوير. فانزلوا اعملوا لايك عشان لو ما عملتوش لايك انا هتضايق منكم. براحتكم، انتوا براحتكم. عايزين نزعل قولوا يعني براحتكم يعني، بس كده كده انا قاعده على قلبكم. فخلونا نبتدي الفيديو ونشوف اول حاجه هنعملها ايه. بصوا، علشان النهارده بجد انا مستعجله فانا مش هعمل حمام زيت، بس في الاغلبيه بعمل حمام زيت قبل ما بدخل الشاور. فانا دلوقتي هغسل شعري بالشامبو بتاع لوريال علشان شعري بقاله اسبوع ما غسلتوش، فطبيعي يكون فيه تراكمات في الفروه، فانا هبقى محتاجه ان انا انضفها. فاول حاجه هعملها ان انا هغسل شعري بالشامبو بتاع لوريال اللي هو ده، زي ما انتوا عارفينه يعني، ده اللي انا بغسل بيه شعري على طول. فخلينا الشامبو على الفروه وبس يا جدعان. الشامبو ما بيجيش خالص عند الشعر كده من تحت، هو على الفروه وبس. اي حاجه تاني من اول هنا لحد اخر الشعر. خلينا نبتدي. وكده خلصنا فقره الشامبو، هروح اغسله وارجع لكم عشان كده منظري مش الطف حاجه. زي ما انتم شايفين بصوا هو كله على الفروه من هنا وبس، مفيش اي حاجه جايه من تحت. فانا هروح اغسله وارجع لكم. كده غسلت شعري وكمان نشفته كويس. طبعا دي فوطه قطن يا جدعان، تمام. نشفته كده كويس علشان ابدا احط البلسه. وشايفين فيه لون احمر، لو انتم شايفينه القرمز بيقل مع كتر غسيل الشعر. فخلينا دلوقتي نبدا نحط البلسم. والبلسم اللي انا هستخدمه هو بتاع ديفول، اللي هو ده اللي هو بتاع الاطفال. انتوا عارفين قد ايه انا بحب حاجات ديفول جدا، وحلوه جدا مع شعري وبترطب شعري حلو جدا. فده من احلى الحاجات اللي بيسلك الشعر وبيهدي الشعر كمان من الهيشان. ووظيفته ان هو بيهدي الهيشان، بيسلك الشعر. وبنحطه من اول هنا من عند الودن كده لحد اخر الشعر. هبدا كده اقسم شعري. طبعا بصوا عامل ازاي معقد جدا. وكده بنقسم كده 4. شايفين التعقيد يا جدعان؟ طبعا بالراحه وانتي بتعملي علشان شعرك ما يتقطع. انا مش عارفه هو ايه القطتين اللي انا عاملاهم دول، بس مش مشكله عادي يعني، انتوا مش غرب. مش عارفه ايه شكل الارنب ده، بس يلا خلينا نبدا نحط البلسم. نحط بقى كميه كويسه وههتم بالحته دي. هو بيخلص ولا ايه؟ هو حرفيا تقريبا بيخلص. شايفين باخد كل ده بس كده على سكشن واحد. اعمل كده وابدا احط. بصوا بعيد خالص عن الفروه ازاي، وابدا احط واتاكد ان هو دخل في كل الشعر كده. وابدا الف شعري كده. الاسبوع اللي جاي هعمل معاكم القرمز لان اللون بدا يخف. اخرة الصحيان بدري، اخرة الصحيان بدري، والله مش بعرف اتكلم اصلا على الصبح والجو حر زي الفل. كده خلصنا 2 سيكشن، نعمل الباقيين بقى. هنعمل اخر سيكشن وبعدين هنسيبه. هو انا عشان بغسل شعري هو اسبوع في مره واحده في الاسبوع، فبحب اتوصف المره اللي انا بعمل فيها شعري. زي ما انتوا كده شايفين كده اها. فممكن الناس تقول انتي بتحطي بلسم كتير والبلسم كده هيخلص. وفري يا جدعان، انا بغسل شعري مره واحده في الاسبوع، فطبيعي لازم اتوصى بالحوار ده. بصوا بقى لو في عقد، بصوا بنعمل كده اهو وبالراحه، يعني بالراحه كده لحد ما الدنيا تتسلك. بصوا اهي، بصوا الدنيا بتتسلك بكل سلاسه اهي. وكده اكون خلصت البلسم ولميت شعري، قسمته بس كده يعني جزئين. وهنبدا نحط الحمام الكريم. طبعا زي ما انتم شايفين شعري نضيف، الفروه نضيفه. بصوا الجذور اصلا واقفه ازاي ومتسلك جدا يعني. بصوا مش محتاج حتى لاي حاجه. فدي بقى ميزه البلسم ان هو بيسلك الشعر جدا. وهكذا الحمام الكريم، بس البلسم بسيبه 5 دقايق واغسله، والحمام كريم بسيبه نص ساعه وبغسله. فدي بقى ده بقى اللي بجد بيبقى احلى حاجه، لان هو بيرطب الشعر من الاخر وبيفضل اسبوع كامل من غير هيشان ومن غير اي حاجه. والبلسم اللي انا هستخدمه هو بتاع الو ايفا اللي هو بالصبار اللي هو ده. طبعا اتكلمت عنه كتير جدا
ومش محتاج ان انا اقعد اتكلم عليه تاني لان هو بجد تحفه. بصوا بقى نبدا كده نطلع وناخد منه جزء. شايفين القوام بتاعه تقيل ازاي؟ بصوا مش بينزل اصلا بسهوله، القوام بتاعه تقيل جدا. فبعمل كده، احط على الجنبين لان انا واخده كميه كويسه اهو. برضو بعيد عن الفروه كده. بصوا الشعر اصلا متسلك ازاي. وهكذا بقى هنقسم بقى شعرنا جزئين، وهلف تويست اللي هو التويست اللي هو كده. هلف شعري كده على بعضه. بصوا عشان انتي لو شعرك كيرلي اعملي الحركات دي وانتي بتعملي حمام الكريم والبلسم، علشان لو انتي في عندك حتت مفروده او عايزه ترجع كيرلي، الحركه دي بترجع الكيرلي على فكره تاني، بس مع الاستمرار. هي مش من اول مره هتعمل. عايزه اقول لكم ان هو اصلا برضو من الحاجات اللي هي بخلصها بسرعه، فهضطر ان انا انزل اجيب تاني. بصوا انا بعيده عن الفروه ازاي، بصوا يعني قيرتين اهو، وابدا احط عشان عندي الحتت دي ساعات تبقى هايشه. فبصوا احط كده وهعمل تويست. يلا واسيب بقى شعر. نعمل اخر جزئيه واحط على ونعمل تويست. فكده انا هسيب شعري نص ساعه وهرجع لكم بعد ما اكون غسلت. ونيجي بقى لاكتر فقره انتوا مستنيينها، وهي وقت الستايلينج. بعمل ايه في شعري؟ عارفين انا تعبت واتبهدلت 3 4 مرات ادخل واطلع عشان بس اغسل شعري واظبط لكم الدنيا. الليف ان اللي انا هستخدمه اللي هو بتاع بلانكي، عشان اوريكم نتيجته بتبقى عامله ازاي في الاخر. بصوا بقى اول حاجه بعملها ان انا بقسم شعري اجزاء كده من تحت. اول حاجه لم بس ايه اللي قدام ده، هعمل معاكم خطوه بخطوه ويا ريت ما تكونوش زهقتوا من الفيديو. لم شعري كده معلش يا جدعان. بصوا بقى اول حاجه ان انا ببدا ابخ شعري بغرقه ميه. بصوا حتى لو هو غرقان يعني بنغرق تاني كاحتياطات، علشان الميه دي اول حاجه وتكون خطوه صح. بصوا نغرق كده ميه ونتاكد ان الميه في كل الشعر. طبعا انا اتغرقت واتبهدلت بس فداكم. بصوا كده نتاكد ان الميه كلها دخلت في كل اجزاء الشعر يا جدعان، عشان الميه بتبقى اول اساس في ترطيب الشعر. باخد بقى من الليف ان كده حته، هي دي الحته اللي انا باخدها وبتكفي الحته اللي انا مطلعاها كده اهو. بتاكد ان الليف ان دخل في كل اجزاء الشعر، وببدا اجيب الفرشه وهوريكم بعمل ايه دلوقتي. ودي الفرشه اللي انا بستخدمها، والفرشه دي اسمها فليكسي براش، وسعرها بيبقى 25 ل 35 جنيه. هتلاقوها في اي محلات طبعا فيها شعري بس عادي. باخد شعري كده من الجناب علشان ادي فوليوم لشعري. ببدا اخد احط المشطكه من تحت واطلع على فوق وانزل. بصوا اخد كده وانزل اهو. بصوا شايفين الشعر؟ بصوا بيبقى عامل ازاي. وهكذا بعمل الجنب التاني، بحط المشطه من تحت وابدا اطلع كده من فوق والف كده على شعري. بصوا كده اهو. فبصوا شايفين الكيرلي بتبقى عامله ازاي. فدي بصوا بيخلي في فوليوم من فوق في الجذور، فده اللي بيعمل الفوليوم فعلا في الشعر، بيعمل النفشه الكبيره دي. وهكذا برجع اعمل بقى في كل الشعر كده، ابل ميه واحط ليف ان وابدا اعمل شعري من تحت. بحط الفرشه من تحت الشعر. بصوا بنغرق كده الشعر، دي اهم خطوه لازم نعملها. بصوا كده وابدا احط كده على الشعر برضو بعيد عن الفروه، عشان لو الليف ان قرب من الفروه بيخلي فيه كده تلزيق في الشعر. بصوا شايفين شعري عامل ازاي. الحته بقى بتاعه القصه هوريكم انا بعملها ازاي. بصوا انا مش عارفه اتكلم عشان اكون مميله راسي، بس هغرقها ميه وهبدا احط ليف ان واعملها من وانا قدام. بصوا كده والمشطه اهي، واحطها من هنا وارفع واتني كده لقدام اهو.
كده اهو. بصوا الشعر باخد من هنا اهو كده واطلع على قدام اهو، وارجعها كده لورا. شايفين بقى الجذور واقفه ازاي؟ هكذا في كل الاجزاء التانية كده، واخد من تحت واطلع لقدام اهو، وارجعها ورا كده اهو كده، وارجع لورا. اخر بقى حته قدام بعملها كده لقدام اهو. بصوا اخر حته في القصه بجيبها من تحت اهو، واروح طالعه كده. شايفين؟ بصوا ده بيبقى منظرها. بس اعمل بقى فينجر كويلنج ازاي من قدام عشان ببقى عايزه ديفينيشن اكتر. بصوا باخد بقى الخصله دي كده، بصوا اهو، واروح اخر حته لفه على صباعي كده اهو، واروح طالعه لفوق، واروح نازله كده اهو. شايفين؟ اهي كده. وهكذا الباقي، ناخد حته من تحت كده ونروح لفه على صوابعي، واروح نازله من الجنب كده اهو. ده بيدي ديفينيشن اكتر ايه للحته اللي قدام عشان ببقى عايزاها يبقى فيها ديفينيشن اكتر. وهكذا الجنب ده باخد كده عند اخر جزء واروح لفه على صوابعي من تحت كده وانزلها كده. شايفين؟ ده كده هكون خلصت كل شعري. ونبدا نحط الجل. هنغرق برضو شعرنا ميه تاني عشان نحط الجل، والجل لازم يتحط على الشعر غرقان ميه. هو غرقان ميه بس انا بحب اتاكد. والجل اللي انا هستخدمه هو بتاع بايو سوفت. ده العلبة على فكرة، العلبة الجديدة، العلبة الأولانية خلصت. باخد الكمية دي. شايفين؟ أحط العلبة وأجيب كده على إيديا. تمام. وأبدأ أعمل بقى زي هبعد لكم كده. بصوا أبدأ أدخله ما بين الشعر. بصوا. وأميل لقدام كده وأعمل سكرانش. سامعين الصوت ده؟ أهو. ده صوت كشكشة المية، لازم نسمعه. ولو سمعتيه يبقى انت كده كل خطواتك صح. اخر خطوة بقى بعملها ان انا بجيب اي فوطة ميكرو فايبر او تيشيرت قطن، وابدأ اخد كل الزيادات. بعمل كده، اسحب كل الزيادة مية ليف ان جل. تمام. بسحب كل الزيادة. وهكذا الجنب التاني كده اهو. بجيب التوكة دي واروح لما من قدام الحتة دي كده، واروح شدها كده لقدام. ليه بقى بعمل كده؟ علشان دي بتدي فوليوم اكتر، فاهمين؟ بتنفش قوي. وده كده تاني يوم لشعري بعد ما نشف زي ما انتم شايفين. بصوا بنفس النفشه دي. طبعا انا كنت حاطه البونيه الستان ونايمه علشان شعري ما يهش. يلا نفك بقى الخصله دي كده عشان نشوف الدنيا. بس كده ده كده بيبقى شكل شعري. ساعي بقى بنزل دول كده كانها القصه يعني. وبس كده اهو. ايه رايكم؟ بصوا تحفة. شايفين الفوليوم اللي فيه؟ وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.